Hello everyone. النهارده حابه اتكلم معاكم عن مشكله بتواجه الطلبه في امتحانات السبيكينج. طبعا دلوقتي احنا بنتكلم عن امتحان الايل سبيكينج او اي امتحان سبيكينج عموما. الطلبه دايما بيبقوا عارفين ان هم محتاجين يستخدموا advanced vocab و advanced grammar، محتاجه تستخدم كلمات متقدمه وكمان جرامر متقدم، ومن كتر ما هم مركزين في فكره ان لازم استخدم كلمات متقدمه وعاوز استخدم idioms وعايز استخدم phrasal verbs وعايز استخدم جرامر متقدم، فبينسى فكره ان هو اصلا محتاج يركز على الفلوينسي. انت ما ينفعش تقعد تفكر في الكلمات وانت بتتكلم وده ياثر على الفلوينسي بتاعتك، فتقعد تاخد وقت في التفكير وتقعد تقول وتاخد وقت، ده ما ينفعش. فخلينا نقول ان زي ما الفوكاب مهم وزي ما كمان الجرامر مهم، كمان الفلوينسي مهم ان انت تتكلم بطلاقة بغض النظر عن عدد الكلمات الادفانسد الكتير قوي اللي انت عاوز تقوله، لان ده مش صحيح. مش لازم احشي كلامي كله يكون كلمات ادفانسد، ممكن تقول كلمتين 3 4، ولكن في النهاية لازم كلامك يكون بيتقال بفلوينسي، لازم يكون عندك طلاقة في الكلام. وطبعا ما ننساش البرونانسيشن، لان دول كده الفور كرايتيريا اللي احنا بنقيم عليهم في امتحان الايلتس، اللي هم fluency, grammar, ولكسس او vocabulary وpronunciation. See you.